تخيلوا يكون عندنا ادمان على الدراسة. الام: يا ولدي يكفي دراسة، قوم افتح الواتساب ساعتين. الولد: يلا امي ما بقي لي غير كتابين. مجرد تفكير بالموضوع صابتني اعاقة بالمخ. واحدة عاملة نفسها خفيفة الدم، راحت تزور صاحبتها في البيت، فتح لها الباب الولد الصغير: تفضلي يا خالة. دخلت وشافت صورة قرد معلقة في الحيط. قالت للولد: هذه صورة امك. الولد قال لها: لا يا خالة، هذه مراية. هذا الطالب جاب 0 في الامتحان رغم ان جميع اجوبته كانت صحيحة. خلونا نشوف شو كانت الاجوبة. في اي معركة لقي عنتر بن شداد مصرعة؟ جواب الولد كان: في معركته الاخيرة. اين تم توقيع اتفاقية جنيف؟ في اسفل الورقة. ما هو السبب الرئيسي للطلاق؟ الزواج. ما الذي لا تستطيع تناوله في وجبة الفطور؟ الغداء والعشاء. الشيء الذي يشبه نصف التفاحة؟ النصف الآخر من التفاحة. بيقول المدرس بعد ما شاف الأجوبة استقال وأخذ حقوقه واشترى غنم. الرجل أكثر حنانا من المرأة، ويشعر كثيرا بالكآبة عندما تغيب زوجته، وأن أكثر من 63% يموتون بسبب فقدهم لزوجاتهم. يا جماعة أنا رجل بحب أقول لكم عيوني دمعت من قوة الكذبة. دعواتكم لأبو أحمد الذي أخبر زوجته أنه مسافر للقاهرة على طائرة مصر، والطائرة تحطمت وكل من عليها فارقوا الحياة، وأبو أحمد في بيت زوجته الثانية متورط لا يستطيع العودة للحياة. زوج يسأل زوجته: إذا تزوجت عليك بتحضرين عرسي؟ قالت له: طبعا حبيبي. قال: حلو والله انك زوجة مخلصة وقلبك كبير. طيب شو بتلبسي بالعرس؟ قالت: حزام ناسف. الساعة 8:54. حبيبي الساعة 8:55. هلا حبيبتي. الساعة 8:55. من أهم أنا ولا المباراة حبيبي؟ الساعة 11:30. بيرد بيقول أكيد أنت حبيبتي. لا واضح إنه هي أهم. عرض خاص: عندي صديق اشترى تذاكر مباراة نهائي أبطال أوروبا في السبت القادم. المشكلة انه نسي ان موعد زفافه بنفس اليوم. المهم باختصار هو يسأل اذا في احد بده يتزوج لانه بده يحضر المباراة. واحد بيقول: دخلت البيت وكتفي بوجعني، لقيت اختي في الصالة، سألتها: عندك كم مادة؟ قالت: مادتين. بيقولوا اخته الى الان بالمشفى تتعافى. سعودي سمع صوت طلق نار ورشاشات من بيت جيرانه، طلع يشوف شو فيه، لقى جاره الألماني وقال له: ايش في؟ ضرب النار هذا من عندكم. رد عليه الجار: ولدي نجح في الثانوية. قال السعودي: كم معدله؟ رد الألماني: 61%. قال السعودي: وكل الرصاص هذا ما قدرتوا تقتلوه؟ اختلاف مبادئ فقط. محشش بيكلم حبيبته. المحشش: ليش انت زعلانة مني؟ البنت: ابعد عني ولا تكلمني. المحشش: ليش مو انت قلتي لي سوي لك مفاجأة؟ البنت: ايه وتقوم تخطب رفيقتي يعني؟ المحشش: بس امانة عليك ما تفاجأتي. استاذ علوم بيسأل محشش: ليش نشرب الماء؟ المحشش: بالعقل يعني، في احد بيقدر ياكل الماء؟ ام تشتكي من ولدها: وين ما احط الفلوس ولدي بدور عليهم ويلقاهم بسرعة، احترت ما في مكان الا يكشفه، شو اسوي؟ رد الاب: حطيهم في كتابه واذا لقاهم ابصق في وجهه. وحدة قالت لزوجها المشغول بالايفون: ليتنا مثل الايفون بين ايدين ازواجنا ومتعلقين فيهم طول الوقت. التفت عليها زوجها وقال: امين، عشان يصير في اصدار جديد كل سنة. احيانا السكوت جميل يا جماعة. واحد قال لزوجته: شو هاد اللي عملته بوجهك؟
قالت له مسحته بعسل وزبادي وبيض وخميرة. قال لها طيب شو هذا اللي مغطي عيونك؟ قالت له شرائح خيار بالزيت. قال لها كل هذا بوجهك ومعشيتنا فول. محشش جالس عند خطيبته في بيت أهلها يأكلون مكسرات، وفجأة انطفت الكهرباء. قالت الخطيبة هذه فرصتك حبيبي بسرعة. قام حط المكسرات في جيبه وهرب. تجمع رجال على العشاء، فقال أحدهم هل الرز بسمتي؟ فقال الأخير لا دمعتي. فضحك الجميع، وقام الخروف ونفض نفسه من الرز وقال هالأشكال مو خرج دبايح، أبوكم لأبو اللي منسدح عشانكم. محشش اشترى حذاء، قال له صاحب المحل أول يوم وتاني يوم رح توجعك. راح المحشش لبسها ثالث يوم. واحد بيقول جالس ادرس ولد اختي رياضيات، بقول له عندك ريالين واخذت ريال كم يصير عندك؟ جلس يبكي بيقول رجع ريالي. المشكلة ما هي هنا، المشكلة امه دخلت علينا تقول لي رجع له رياله. الشباب وهم صغار يلعبون بالسيارات، يكبرون ويسوقون سيارات حقيقية. البنات وهن صغيرات يلعبون بأغراض المطبخ، يكبرن ويستلمون المطبخ. ما في أي ظلم بالموضوع، كل واحد كان يلعب بمستقبله. الولد حبيبتي في أحد غيري بحياتك؟ البنت شو قصتكم كلكم اليوم نفس السؤال؟ لا يا عمري انت بس. الولد طيب أحبه والله التيس يبقى تيس يا جماعة. واحد راح المحكمة، فالقاضي يسأله انت مين متزوج؟ قال له متزوج حرمة. القاضي قال له انت تستهبل يعني، في احد يتزوج رجال؟ قال له ايه اختي. المهم القاضي الان في مستشفى الاعصاب. مشكلة عندنا، تقول له واحد انا تعبان يقول لك انا تعبان اكتر منك، تقول له ما نمت الا ساعتين بيقول لك احمد ربك انا ما نمت الا نص ساعة. يا ابن الحلال انا اشكي لك ما اتحداك. واحد وصف للدكتور مرهم لمنطقة الإبط، راح البيت يسأل زوجته وين منطقة الإبط هذه؟ قالت له وانا ايش دراني، ليش انت تمشينا وتطلعنا مثل خلق الله علشان نعرف المناطق؟ والله لايقين لبعض يا جماعة. ليش الحلويات دائما بأسماء البنات؟ شعر البنات، أصابع زينب، أم علي. ليش ما في شي بأسماء الشباب؟ كوع عبود، عضلات علوش، اصبع جعفر. مظلومين نحن على فكرة، ما في غير راس العبد اللي ساتر علينا. بخيل يتغدى كباب مع زوجته لوحدهم، قال يا ريت اننا لوحدنا. قالت له صلي على النبي ما في غيرنا نحن لوحدنا. قال انا عم بحكي مع الكباب. وحدة تقول لحبيبها في الكلية قوم نروح نشتري أكل قبل ما تبدأ المحاضرة. قال لها لا أستطيع السير مع القمر فنوره يقتلني. أغمى على البنت من الفرحة وهو مفلس الكلب. وحدة تقول لزوجها ليش ما قالت لي انك مفلس قبل ما تتزوجني؟ قال لها تعبت وانا اقول لك ما عندي في الدنيا الا انت وانت تضحكين مستانسة. محشش اتكهربت زوجته وماتت، سألوه الشرطة ليش ما انقذتها؟ قال قسما بالله حسبتها بترقص لي وانبسطت اول مرة اشوفها ترقص. حسبي الله عليك بس. واحد يسأل زوجته لو مت تتزوجين بعدي؟ قالت الله اكبر عليكم يا رجال، تتزوج علي 3 وانا حية وحاسدني على 1 وانت ميت. نعم يا سادة انها الهجمة المرتدة من ام لسان. محشش حذف حبيبته على الواتساب، سألوه ليه حذفت حبيبتك؟ قال اكتشفت انها ولد. قالوا له كيف يعني؟ قال يجيني فوق مكتوب متصل الآن وهي بنت مفروض متصلة الآن. محشش زار صديقه بالبيت، يوم بده يرجع كان في مطر. قال له صديقه خلاص نام عندي الليلة لحتى يخف المطر. راح يسوي له القهوة ورجع لقاه مبلول. قال له ليش انت مبلل هيك؟ قال رحت البيت جبت فراشي، مو انت قلت لي نام عندي الليلة؟ واحد تزوج كورية،
قالت له ليش ساكت؟ قال مدري احسبك نايمة. محشش مقدم على وظيفة محاسب بشركة، قال المدير مكتوب بالسيرة الذاتية انك سريع بالاجابة بالرياضيات، خلينا نشوف ونختبرك. 17 ضرب 8، رد عليه بسرعة 30. قال المدير الجواب غلط. قال المحشش ما اختلفنا غلط، بس شو رأيك بالسرعة؟ واحد قال للناس انا بحب صالح، قالوا له ليش تحبه؟ قال لانه دائما بيسقي الفقراء والمساكين من المياه. قالوا له مين صالح؟ قال لهم ما بعرف، بس دائما اقرأ مياه صالح للشرب.